ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اوقات كده بنكون زهقانين من الاكل ومحتارين ومش عارفين ناكل ايه، وزهقنا بقى من الطبايخ والرز والكلام ده، او حرانين بقى متفرهدين وعايزين اكله كده سريعه وفي نفس الوقت كده تفتح النفس وحلوه وقمر كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل فطيره الجلاش بالسجق، فطيره شرقي وش بيتزا. بصوا حاجه كده من الاخر، يعني بصوا فطيره وهم كده مشبعه جدا وسريعة جدا. وهنعملها كمان بقى بالجلاش، مش بعجين ولا كلام من ده خالص، ولا فرهضة ولا بهدلة ولا وقفة كتير في المطبخ. في 10 دقايق كده هتكوني عاملة الفطيرة القمر دي، لذيذة بجد وهشة. وبصوا تقولوا فطيرة كده، فطيرة مشلتتة كده. شايفين الشكل؟ يعني تحفة، بيتكلم عن نفسه. يلا بقى لايكات كتير للفطيرة الحلوة دي، وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا ربع كيلو من السجق، وتقدري طبعا تبدلي الحشوة زي ما انت عايزة. هنا بقى بقطعه حلقات كده رفيعة مش تخينة، مش عايزاها قطع كبيرة عشان ما تكونش مكلكعة كده في الفطيرة، وفي نفس الوقت تكون مالية الفطيرة، تكون الحشوة كده كتير. قطعته كده كله زي ما انتوا شايفين. هجيب كده طاسة، هسخنها على النار من غير اي مادة دهنية خالص، ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. هو السجق بيكون فيه دهون، فانا عايزة الدهون اللي فيه دي تنزل واسويه فيها، عشان مش عايزين دهون كتير في الاكلة بتاعتنا النهاردة. هو مجرد كده ما بيسخن على النار بيبتدي ينزل الدهون بتاعته. ما تقلبهوش غير لما يغير لونه كده، وهنبدأ بقى نقلبه ونشوحه لمدة كده 5 دقايق. شايفين بقى نزل الدهون قد ايه؟ والسجق بقى ده بلدي، ريحته بصوا قلب الدنيا. شايفين نزل دهون كتير؟ انا عايزاه كده ينزل كل الدهون ويستوي فيها كمان. بعد كده كنت مقطعه بصلايه كده وسط، واديتها رشه كده من الفلفل الاسود، وهشوحها لمده دقيقتين اتنين مع السجق كده. البصلية بتدي طعم حلو للخلطة بتاعتنا، وبتزود كمان الخلطة. بعد كده معايا بقى فلفل رومي متقطع صغير مع قرن فلفل حامي، وممكن فلفل الوان لو موجود عندك احمر واصفر حطي فلفل الوان برضو، بيبقى حلو قوي. بعد كده ندي رشة بسيطة خالص من الملح، ورشة من الفلفل الاسود، ورشة من السبع بهارات او بهارات لحمة. ما تكتروش بهارات لان هو بيكون فيه توابل كتير، وخدوا بالكم من الملح عشان في اوقات سجق بيكون مالح قوي. خلاص كده السجق استوى معايا، وركنته بقى على جنب عشان لازم يبرد. هنجهز بقى خلطة التوريق. معايا علبة من الزبادي، نص كوباية من اللبن، 3 معالق كده من السمنة البلدي، او ممكن تستبدليهم بالزيت نوع كويس، يعني مش هنحط برضو دهون هنا كتير. ومعلقة كده من بتاعة الشاي بيكنج باودر، دي بقى اللي هتخلي الفطيرة بتاعتنا تورق، والطبقات تكون مورقة كده ومش ماسكة في بعضها. رشة بسيطة خالص من الفلفل الاسود، رشة بسيطة خالص من الملح، واخلطي بقى الخليط ده كله. ممكن تحطي بيضة، بس انا لا، مش حاطة كده، الخليط زي الفل كويس قوي. دهنت الصينية اللي هي من صواني البيتزا، دهنتها بدهنة كده من السمنة. وجبت هنا لفة الجلاش، طلعتها من الكيس، ولازم تغطيها بفوطة عشان خاطر ما ينشفش منها. هنجيب بقى ايه، خدوا بالكم من طريقة توزيع ورق الجلاش. هجيب كده ورقة، هحط نصها في الصينية والنص التاني بره، وادهن نص الورقة اللي جوه الصينية بخليط التشريبة اللي احنا عاملينه. ورقة تاني في وشها، وبعدين في الناحية التانية، الناحيتين التانيين ورقتين برضو في وش بعض، يعني يعتبر كده 4 ورقات، كل ورقة كده في وش اختها. هدهن نص الورقة اللي في الصينية والنص التاني بره. خدتوا بالكم؟ سهلة جدا، وبصي وشغلها ممتع قوي، يعني وانت بتشتغلي في الفطيرة دي مش بتزهقي بقى ولا بتتضايقي، لا شغلها كده ممتع وبسيط وحلو قوي. وهكذا لغاية ما اخلص لفة الجلاش كلها اللي معايا. نفس النظام كده، ورقة شمال ورقة يمين، والناحية التانية هكذا، كل ورقتين كده في وش بعض، والورقة اللي احطها ادهنها على طول بخليط التشريبة. واضحة كده معاكم؟ ما فيهاش حاجة صعبة، بس حاولي بقى وانت شغالة تكون ايدك سريعة شوية، عشان ورق الجلاش من النوع اللي بينشف بسرعة قوي، فخليك يعني سريعة شوية. بعد كده ضفت بقى الخلطة بتاعتي، ومعايا كمان مقطعة طماطمايه، بس من غير القلب بتاعها، من غير البذرة والمية، عشان مش عايزة سوائل في الفطيرة. وشوية برضو من الفلفل الرومي، وشوية وحدتين كده 3 زيتون، وشوية جبنة رومي مبشورة. بس انا كان برضو كنت عايزة احط شوية تحت السجق، بس نسيت، ممكن تحطوا تحت الحشوة شوية جبنة رومي او جبنة موتزاريلا.
بس مش مشكلة، كده كده هتدخل الفرن وكله هيبقى مستوي مع بعض. بعد كده بقى هنبدأ نلم ورق الجلاش اللي بره ده ونغطي بيه الفطيرة. ناخد برضو ورقة ورقة ونغطي بيها ونروح دهنينها، لو في حروف كده معاكي طبقيها لجوه وادهنيها برضو. يعني واخدين بالكم كده بنرجع الورق اللي هو بره بنلمه تاني كده على الفطيرة، بنقفل بيه الفطيرة، وكل ورقة برضو بندهنها. بسيب بس ورقة كده في الاخر سليمة كده، دي بقى ايه بحطها بقى ايه الواجهة بقى بتاعة الفطيرة بتاعتنا، وبغطي بيها الفطيرة وادخلها كده لجوه عشان يكون شكلها مهندم كده وجميل. حتى في الفطيرة دي لو عندك ورق جلاش متقطع عادي اعملي بيها كده جوه وخليه من جوه او حطيه تحت الحشوة، مش هيجراله اي حاجة. بندهن برضو وش الفطيرة ببقية الخليط اللي معانا، وبعدين بقى نحط بقى رشة حلوة كده من الجبنة الموتزاريلا على الوش، وهنعملها وش بيتزا. هنحط بقى فلفل الوان شرايح زيتون. في الوقت ده بقى اول ما بدأت اشتغل في الفطيرة كنت مولعة الفرن جنب مني يسخن، بتدخل على فرن سخن بحطها على الرف اللي في النص على الشبكة في النص لمدة نص ساعة 25 دقيقة على حسب فرنك. مش بولع الشواية في الاول، بعد ما بلاقيها ان هي حروفها كده فصلت واتحمرت من الجناب بروح موطية تحت ومولعة الشواية، الجبنة تسيح وتاخد معانا لون كده جميل، وبتطلع معانا بقى بالجمال ده. شايفين القمر والجمال؟ بصوا وريحتها كمان وهي في الفرن كانت قلبة الدنيا. بنسلك بقى الجوانب، هي مش بتلزق ولا حاجة، بس الجبنة الموتزاريلا لما بتيجي منها حتة على طرف الصينية هي بس اللي بتلزق، لكن الفطيرة معانا مش لازقة خالص. هاجي بقى اطلعها كده من الصينية. شايفين يا جماعة وانا بطلعها عبارة عن قرص فطيرة مشلتت كده احلى كمان. شايفين الجمال؟ وهشة هشة كده، وبصوا ومورقة ومقرمشة كده من بره وطرية من جوه، والوش بتاعها طري كده من الجبنة. بصوا بحاجة بجد وهم يعني حلو قوي، وتغيير كده في الاكل لو زهقانين بقى من الاكل او عايزين حاجة سريعة وكده، يعني بعيد عن الطبايخ والرز والكلام ده. اعملوا الفطيرة دي بجد كمان مشبعة جدا وسهلة وسريعة، مش بتاخد وقت خالص. هنقطعها بقى كده مربعات او اي تقطيعة زي ما انتوا عايزين يعني، وبتكون معانا بالجمال والقمر ده. مين بقى وصل معايا لغاية هنا ومحطش اللايك؟ يعني تشجيعا ليا كده حطوا لايك، ولو ما اشتركتوش في قناتي وصفات بيتي اقتصادية وفعلوا جرس الاشعارات كده على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو بنزله. قطعنا بقى الفطيرة، وشايفين بقى قطعة الفطيرة بتاعتنا مليانة بالحشوة، وبصوا مورقة، يعني تعدوا كده التوريقات بتاعتها بالواحدة. بس هنا طبعا كانت لسه طالعة من الفرن سخنة جدا، مش قادرة ان انا اقطع لكم منها. القعر بتاعها واخد اللون الذهبي الجميل ومقرمش. وبصوا الوش بقى ايه البيتزا، يعني وش البيتزا الجبنة ملياه كده وعطياله. بصوا يعني تيست حلو قوي. بتمنى فعلا الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.